شيخ عندي أسئلة أخرى إذا سمحت. تفضل يا أبا أنس، نحن معك. شيخ، حديث لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. نعم. صححه الشيخ الألباني. نعم. هل يستفاد منه يا شيخ أن الأصل كون سجدتي السهو بعد السلام إلا فيما ورد أنه قبل السلام؟ نعم، وهذا هو ترجيح شيخنا تماما، وإن كان شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني يتوسع شيئا ما فيقول السجود يعني قبل التسليم وبعد التسليم سيان، فهو من باب اختلاف التنوع. لكن الشيء الذي ينشرح له صدري مستعيذا بالله من شر نفسي وسيئات عملي أن أقول ما ورد النص به من قبل أو بعد فنلتزم به، وما لا فيقال بعد السلام، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان يعني هذه فائدة تربوية أو مسلكية إنجاز التعبير، أقول يعني قد يكون السجود السهو بعد السلام في غالب مساجد المسلمين اليوم سببا في إشكالية قد تقع عندهم، لأن أكثر مساجد المسلمين اليوم يعني إنما يكون السجود للسهو فيها قبل التسليم. فأرجو ملاحظة هذه القضية أخي أبا أنس، ويبدو أن الخط انقطع، فإذا لا تزال معنا نحن معك، وإلا ننتظر عودتك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.